بزاف يقولوا علاه العجينه من نطيبها في ليمول تهود لي. بغيتي تتعرفي بما تهود لك شو تحصلي على نفس النتيجه اللي تحصلت عليها؟ ابقي معايا لاخر فيديو باش تعرفي على جميع الاسرار لهاد العجينه. وصفتنا اليوم هي حلوه اقتصاديه بحشوه مقرمشه رائعه. ابقي معايا وباش تعرفي على جميع الخطوات والاسرار. اذا اول حاجه هنايا غادي نبدا في العجينه تاعي. هنا ديت 100 غرام تاع مارغرين، زدت لها 75 غرام تاع سكر مسحوق سكر غلاس، وتبدي تخلطي الدهان تاعك اللي يكون على حسب درجة الحرارة المطبخ. تخلطي مليح حتى يتجانس السكر مع المارغرين. من بعد هنايا ضفت لها 200 غرام تاع فرينة. اذا بالنسبة للفرينة ايضا هنايا غربلتها. مقادير مضبوطة، يعني 100 غرام تاع مارغرين، 75 غرام تاع سكر غلاس، 200 غرام تاع فرينة. الوغ نبدا هنايا السر الاول ان نبسو ما نعجنوش العجينه تاعنا. تبسي كيما كتشوفي كلي راكي تخدمي في الطعام. من بعد ما تبسيها تحسيها باللي ولات كاع مرمله، تزيدي لها لافاني باش نعطروها. بالنسبه باش نلم العجينه هنايا ما نستعمل لا حليب لا ما لا والو، نستعمل فقط بيضتين زوج لو جون دوف، يعني صفار البيض. ضفتهم حبه بحبه ونبدا نلم ما نعجنش. يعني لو كانت تعجنيها غادي تخرجي لها هذاك الجلوتين تاعها وتبقى تتكسل، ومن دخليها في المول غادي تهود لك. من بعد ديريها في لو بلان دو طرافاي تاعك وديري بالكف تاع اليد تاعك، ديري هاد الحركات، ديريها لمده 3 دقائق 4 دقائق وانت تخدمي بها هذا الشكل. ومن بعد تحطيها في البابي فيلم. السر ايضا انك ما تخدميهاش مباشره، ديريها في المجمد، خليها ماشي مجمد عفوا، في الفريجيدير خليها ترتاح. انا خليتها ارتاحت لمده 3 ساعات. اذا من بعد ما ارتاحت لي خرجتها، يعني خليتها 3 ساعات، ما تديريهاش مباشره. بديت نشكل في لي بول تاعي عينيه ميزاني على حساب المول اللي يكون عندك. الوغ بعد ما نكمل التشكيل تاع الكريات تاعي غادي نجيب لي مول اللي غادي نطيب فيهم هاد العجينه. دخلي كل كريه في المول تاعك وتبدي تضغطي مليح مليح تضغطي، وهادوك الزوائد كاع نقلعوهم. اذا كيما راكم تشوفوا دوك الزوائد كاع نقلعهم. شوفوا من طيبتهم وقلعتهم قعدوا على حساب الارتفاع، يعني كاع ما هودوليش. الوغ نكمل كاع لي مول تاعي، يعني كاع الكريات تاعي نشكلهم في المول تاعي. من تكملي كاع ما تعمريش مباشره لافاس تاعك، دخليهم في الفريجيدير ايضا، بيكيهم بالفورشيت يعني بالكارفو، ودخليهم في الفريجيدير خليهم يرتاحوا ايضا ياخذوا راحتهم، ولا في الكونجيلاتور يعني واحد المده كونجيلاتور ديري 4 دقائق، ولا في الفريجيدير خليها ترتاح. من بعد هما من بعد ما ارتاحوا دخلتهم في الفوغ 180 درجه وتراقبي الطياب تاعك كيما كتشوفي. المور كاع مغطي ما هودوليش كاع. اذا طريقه رائعه، وشوفوا كي تحمروا لي يعني جاو روعه. من بعد جبت هذاك تاع سيليكون، درت شكت ذوبت الشوكولا وشكت لي براسلي. هنايا جبت خليط، درت الكاوكاو ودرت الكركاع. ويمكن في بلاصه هادو لي باطوني تجمي ديري فيوتين، ويمكن تستغني عنها، يعني يمكن ما تضيفيش هذاك الاخر، ديري غير الكركاع، ولا يمكن ديري غير الكاوكاو اللي يكون عندك موجود في البيت. من بعد هنايا خلطت مليح. بالنسبه لاصوص كراميل، شوفوا هاد لاصوص كراميل طلعت لي غايه في القناه تاعي، غادي نخلي لكم الرابط في الصندوق الوصف. اذا بالنسبه لهذا الكراميل طيبتها، ومن بعد بديت نضيف هذاك الخليط تاع الكاوكاو مع الكركاع. ومن بعد حتى تحصلي على خليط ماشي ثقيل ماشي خفيف، وتبدي تعمري في ليمون تاعك. اش غادي نقول لك، حلوه رائعه اقتصاديه. اش غادي نقول لكم، سهله. شوفوا الشكل شوفوا السطح، يعني حتى لا فورم تاع المول قعدت لي كيما هي. الوغ من بعد ما عمرت المول تاعي درت شويه تاع بيستاش، يمكن درتي لي يكون عندك، ومن بعد حطيت هذوك لي بغاسلي. اذا هذا هو الفيديو تاع اليوم، اتمنى انها كنت خفيفه وظريفه عليكم. اذا الى عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك المشاركه، يعني البارتاج مع الاهل والاصدقاء لتعم الفائده، وانتي كومنتير الى عجبكم الفيديو بيان سور. اذا خليكم في امان الله، مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله.